كأس العالم مش 90 دقيقة وبس، هو إحساس بيبدأ من أول مؤتمر صحفي، من أول صورة جمهور لابس علم بلده، من أول لاعب داخل البطولة وهو شايل بلد كاملة على كتافه. في الجزء ده إحنا مش هنتكلم عن الماتشات بس، لأ، هنتكلم عن اللي كان بيحصل حوالينا. جماهير مستنية معجزة، جماهير غضبانة من نجومها، لعيبة داخلة البطولة وهي في أحسن فتراتها، ولعيبة تانية جاية والناس شاكة إنها مش هتقدر تعمل حاجة أصلا. كل يوم في كأس العالم كان ليه مزاج، ليه قصة، وليه توتر خاص بيه، وده بالظبط اللي بيخلينا نحب كأس العالم. بص، انت اكيد اتفرجت على الفيديو اللي فات، ولو انت ما اتفرجتش فهم 23 دقيقه عشان يفهموك الدنيا ماشيه ازاي وازاي وصلنا لهنا اصلا. بص، احنا دلوقتي هنرجع ل 2014 وهنمشيها بالايام. فانت كان عندك اول يوم في دور ال 16 ماتشين، البرازيل وتشيلي وكولومبيا واوروجواي. نبدا باصحاب الارض كالعاده. قبل الماتش الاجواء كانت متوتره لانك بتتكلم على ديربي قاري. فلو بتتكلم عن جمهور البرازيل، احنا شفنا في الفيديو اللي فات ان هم كانوا واثقين في الفرقه بسبب الاداء المتذبذب، وبصراحه فعلا الاسماء ما كانتش تطمن غير نيمار. بس اللي كانوا بيتمنوه ان عامل الارض وانهم في ظهرهم في المدرجات دي تبقى نقطه القوه اللي البرازيل هتلعب عليها، لان انت عندك تشيلي الناحيه الثانيه كانت فرقه منظمه اكتر ومقدمه مستوى ثابت وتاهلت من مجموعه الموت. جمهور تشيلي كان شايف انه ماتش صعب، بس ما كانش خايف او متوتر. كل الجماهير كانت ساعتها حاسه بالفخر، وكانوا شايفين ان ده اقوى جيل في تاريخ تشيلي. وطبعا عشان مستوى البرازيل ده، فهم مش عايزين ينزلوا دفعوا، هم عايزين يعملوا مفاجاه زي ما عودونا في دور المجموعات ويحرجوا البرازيل على ارضها. لو هتبص بقى على كلام سكولاري هتشوف انه ما انكرش ان منظرهم كان زي الزفت في البطوله لحد دلوقتي. هو لخص الموضوع ان السكواد فيه لعيبه شابه كتير ومن غير خبره، فطبيعي يكونوا بيغلطوا، وان حتى اللعيبه اللي عندها خبره لازم كمان يحسوا بالضغط لانهم بيلعبوا كاس العالم وكمان على ارضهم. اما سامباولي قال بقى انه مش خايف، وكلام اللي يدي ثقه لعيبته ده، وقال انه هيلعب بطريقته الهجوميه اللي متعودين عليها واسلوبه السريع. الماتش بدا والفرقتين نازلين كل واحد عامل حساب التاني كويس قوي، مفيش حد عايز يتهور، واللعب كله في نص الملعب كده. البرازيل ماسكه كوره تشوت كذا كوره كده بس من غير اي خطوره حقيقيه، لحد دقيقه 18 ركنيه للبرازيل، الكوره تترفع، تياجو سيلفا يزحلقها كده، المدافع يحاول يشتتها تخبط في ديفيد لويز والكوره تخش الجول. بعد الجول ده تشيلي كانت تقريبا مستنيه فيدال هو اللي يعمل الفرق، وفي نفس الوقت البرازيل تفضل متحكمه في الريتم وتروح كذا مره على برافو. نص ساعه تعدي وان سايد جيم، البرازيل مسيطره والماتش كان رايح في سكه انه يبقى سهل. لكن فجاه البرازيل تلعب اوت غلط، تحصل تربكه، الكره توصل لفارجاس يديها لاليكسيس سانشيز ويحط التعادل. في اللحظه دي بقى البرازيل تكون ضيعت ماتش كان ممكن يكون اسهل بكتير من كده. بعد الجون الدنيا ترجع تتكتف تاني، الفريقين بيلعبوا بحذر، بس داني الفيش يطلع بكره حلوه قوي يشوط وبرافو يطير عليها ويطلعها. الشوط الاول يخلص وسط الضغط ده تحصل خناقه في الممر بين الشوطين، الاداريين بتوع المنتخبين يمسكوا في بعض والاجواء تتوتر اكتر. الشوط الثاني يبدا والدنيا كلها ضغط في ضغط، مفيش حاجه مهمه قوي تتقال يعني، كل فريق ضيع له فرصتين كده والماتش واقف على اعصابه. لحد الدقيقه 55 كده الكره طويله تتلعب، هالك يستلم على صدره ويشوط، الكره تخدمه وتدخل الجول، لكن الجون يتلغي عشان الكره جت في ايده. بعدها الماتش يفضل كده فرصه هنا فرصه هناك من غير ما حد يحسب، ونوصل لاكسترا تايم في دقيقه 120، اللحظه اللي كانت ممكن تغير كل حاجه. بينيا يرشق كره في العارضه، الملعب كله يسكت والبرازيل تعدي من الكره دي بمعجزه. بعدها الماتش يروح ضربات جزاء، مش هتكلم لاعب الصراحه، في لعيبه ضيعت وفي لعيبه جابت، وفي الاخر نيمار يدخل يحط الخمسه ورياس يضيع والبرازيل تروح لدور الثمانيه. كده خلصنا نص اول يوم، ونيجي بقى للماتش الثاني في دور ال 16 من كاس العالم. بعد ماتش البرازيل وتشيلي الدور على مواجهه شكلها مختلف بس ضغطها النفسي كان تقيل جدا. كولومبيا والاوروجواي، الماتش كان يوم 28 يونيو على ملعب الماركانا في ريو دي جانيرو، ملعب تاريخي مش هنقعد نحكي عنه كتير يعني. كولومبيا داخله الماتش وهي كسبانه كل حاجه في دور المجموعات، 3 ماتشات 3 فوز و9 اهداف، فرقه طايره وجمهور واثق فيهم، ونجم اسمه جيمس رودريجيز مولع الدنيا. الناس كلها كانت حاسه ان في حاجه بتحصل مع المنتخب ده، اداء هجومي، ثقه وروح، واحساس كده ان دي ممكن تكون بطوله مختلفه عن اي نسخه فاتت. على الناحيه الثانيه اوروجواي فرقه تقيله تاريخيا بس جايه وهي مجروحه، غياب لويس سواريز كان مسيطر على كل حاجه، والكلام كله في الاعلام، والفريق داخل الماتش هو متشال منه اهم ورقه هجوميه. قبل الماتش بيكرمان مدرب كولومبيا طلع عادي جدا، قال كلام كله عقل، اكد ان غياب سواريز مش معناه ان اوروجواي بقت سهله، وانهم برضه فريق تقيل وعندهم تاريخ وخبره وما ينفعش حد يستهين بيهم. الكلام ده كان مهم لان كولومبيا رغم الثقه ما كانتش عايزه تقع في فخ الغرور. تباريس حاول يلم الدنيا، قال ان غياب سواريز مش نهايه الطريق، وان الفريق لعب قبل كده من غيره، وان دي فرصه ان باقي اللعيبه تتحمل مسؤوليه اكتر. بس الحقيقه الضغط كان باين، سواريز مش اي لاعب، ده مصدر الابداع والخطوره الاول في اوروجواي. الصحافه وقتها كانت واضحه، كل التحليلات بتقول ان كولومبيا داخله الماتش بافضليه، فريق واثق بيلعب حلو ونجم متالق. في المقابل اوروجواي تحت ضغط نفسي وفني ومطلوب منها تلعب مباراه شبه مثاليه عشان تعدي. الجماهير كمان كانت في نفس الاتجاه، المدرجات مليانه كولومبيين حاسين دي لحظتهم، فرصه تاريخيه واول ربع نهائي في تاريخهم. جماهير اوروجواي قلقانه بس متمسكه بروح الفريق وبتراهن على الشخصيه والقتال. بس قبل الماتش كل حاجه كانت متهيئه، الثقه في كولومبيا والشك كله في اوروجواي. الماتش يبدا وكولومبيا نازله واكله الملعب حرفيا، اوروجواي ما لمستش الكوره، هجمات بقى شراسه، نازلين حرب بقاء. وسط الجمامه اللي عاملاها كولومبيا بقى خميس رودريجيز يجيب الجون التريد مارك بتاع البطوله، اللي هو انت لما تفتكر كاس عالم 2014 من اول الحاجات اللي هتيجي في دماغك الجون ده. بعدها برضه كولومبيا تفضل ماسكه الملعب، والشوط الاولاني يخلص وكولومبيا متقدمه، وبرضه مع بدايه الشوط الثاني لسه كولومبيا بتقدم متعه بصراحه. اوروجواي مش شايفين، وكمان الدقيقه 50 عرضيه وكوادرادو ريحها لخميس رودريجيز وتبقى 2-0. من بعدها بقى كولومبيا تسحب نفسها شويه وتمارس اللعب الافريقي الجميل ده، تضييع وقت، كل شويه لاعب يقع، واوروجواي تبدا تعمل فرص على استحياء، اختارهم كانت من الفارو جونزاليز بس اوزبينيا تالق
متألق الصراحة. الماتش يخلص واوروجواي تطلع بعد دور مجموعات عظيم، وكولومبيا تبدأ في كتابة التاريخ. احنا دلوقتي بقى في تاني يوم من دور 16. اليوم الاول خلص ماتشات تقيله وضغط نفسي عالي، واليوم التاني مكمل بنفس السخونه، بس المره دي السخونه حرفيا. احنا يوم 29 يونيو، الملعب كاستيلياو، الجو نار ورطوبه. الماتش بتاعنا هولندا والمكسيك. لو هتبص على هولندا فانت بتتكلم على منتخب داخل دور 16 هو كاسب الثلاث ماتشات بتوعه، صدرت مجموعه، اداء هجومي وثقه عاليه بعد اللي عملوه في اسبانيا. فانخال كان شايف ان فريقه جاهز، بس في مشكله واحده وهي الطقس. قبل الماتش فانخال طلع في مؤتمر صحفي بيتكلم عن الحراره اكتر ما بيتكلم عن اي حاجه تاني. راجل حرفيا طالب من الفيفا استراحات مائيه. قال لك اللعيبه الاوروبيه مش متعوده على الجو ده، والرطوبه هنا قاتله، وان المكسيك متعوده اكتر على الظروف دي. بس في نفس الوقت كان واثق، قال انهم حضروا نفسهم واتدربوا على قد ما يقدروا، وعارفين ان الماتش محتاج انضباط وصبر. المكسيك بقى منتخب داخل الماتش وحاسس ان عنده فرصه حقيقيه، تعادل مع البرازيل، كسب كرواتيا، واداء منظم جدا، وراه جمهور حاسس ان دي لحظه تاريخيه. ميجيل هيريرا داخل المؤتمر الصحفي وهو مليان ثقه، بيقول لك انا مش خايفين من حد، هنلعب بطريقتنا وبشجاعتنا، وشايف ان الحراره في صالحهم، لعيبته متعوده والروح المعنويه في السماء. الجماهير المكسيكيه بقى حاسين انهم على بعد خطوه واحده بس من كسر العقده بتاعتهم. ربع النهائي حلم وقف لهم من 86. الماتش يبدا والفرقتين نازلين عاملين حساب بعض كويس قوي. هولندا ماسكه كرة اكتر بس من غير اندفاع. المكسيك منظمه، قافله المساحات ومستنيه الغلطه. الشوط الاول يعدي مفيش اجوان، اللعب تقيل، اوتشوا كان متالق جدا في الماتش. الدقيقه 48 المكسيك تطلع بهجمه، الكرة توصل لجوفاني دو سانتوس، يشوط من بره المنطقه، جون حلو قوي بصراحه. بعد الجون هولندا تضغط، روبن يتحرك، شنايدر يحاول، بس اوتشوا يكمل في تالق. الوقت يعدي، الدقيقه 70 80 والمكسيك على بعد دقايق بس من التاريخ. الدقيقه 88 ركنيه، كرة تتشتت توصل لشنايدر، يشوط صاروخ الكل يتفرج عليها. صدمه طبعا، المكسيك تقع نفسيا وهولندا تبدا تشم نفسها. ندخل على الوقت بدل الضايع، روبن يدخل المنطقه، التحام بسيط، ضربه جزاء. ضربه جزاء، هيريرا يتجنن، جماهير تصرخ، سواء الجماهير المكسيكيه او الهولنديه كلهم مش مصدقين نفسهم اصلا. هونتلار يقف يشوط وجون 2-1 لهولندا. هولندا كلها فرحانه وتروح لكوارتر فاينل، والمكسيك سيناريو متكرر، خروج من دور ال 16 للمره السادسه. ماتش كان ممكن يغير التاريخ بس انتهى في دقيقتين، واحد من اكبر ماتشات دور ال 16 دراما في المونديال. نروح بقى كعادتنا للنص الثاني من اليوم. في وسط الماتشات الاسماء التقيله دي كلها طلع لنا ماتش محدش كان متوقع انه يبقى بالشكل ده، كوستاريكا واليونان. كوستاريكا داخله الماتش وهي قصه البطوله، فرقه طالعه من مجموعه الموت، كسبت ايطاليا، كسبت اوروجواي، وتعادلت مع انجلترا، والفكره اللي هي صدرها مستحقه وثقه عاليه وحلم اسمه ربع النهائي لاول مره. اليونان بقى فرقه عنيده، تاهلت وصيفه مش ممتعه بصراحه، بس تعرف ازاي تغدت على اللي قدامها. الشوط الاول يخلص 0-0، الاثنين خايفين، مفيش ريسك، وكل فريق مستني الثاني يغلط. نخش الشوط الثاني، الدقيقه 52 براين رويز يستلم الكوره، يشوط زحفه هاديه كده والجون الاول. بس في الدقيقه 66 الماتش كله بيتقلب، طرد الاوسكار داويرتي، وكوستاريكا ب10 لعيبه، واليونان تتمسك بامل. الوقت قرب يخلص، والدقيقه 91 هجمه بروحين كده، سقراطس يتاب اند وجون 1-1. الملعب كله يتجنن، اليونان ترجع في اخر دقيقه، الماتش كان هيخلص ودخل وقت اضافي. الوقت الاضافي بقى يعدي من غير جديد، ارهاق، توتر، ولا حد قادر يحسم. نروح بقى للبلانات، كوستاريكا ثابته، اليونان تضيع، ونافاس يصب، ومايكل اومانيا يحط الاخيره، وكوستاريكا 5 واليونان 3. دموع بقى واحتفال وتاريخ بيتكتب، منتخب محدش كان حاطه في الحسبان يبقى في كوارتر فاينل كاس العالم. تالت يوم ده هو اهم يوم في دور ال 16، بس مش عشان الماتش اللي احنا هنتكلم عنه ده. بس نبدا بالماتش الاول، يعني فرنسا ونيجيريا. بالنسبه لنيجيريا الماتش ده مش عادي خالص، ده اول ظهور ليهم في النوك اوتس من سنه 88، يعني جيل كامل مستني اللحظه دي. الفرصه موجوده، بس الماتش قدام اسم تقيل، بس مفيش حاجه يخسروها. فرنسا بقى داخله الماتش وهي عايزه تمسح صوره 2010 من الذاكره، فضيحه، خناقات، وخروج مهين. الجيل ده جاي يصلح الغلط، مجموعات قويه، اهداف كتير، والجماهير حاسه ان الفريق ده ممكن يعمل حاجه. بس رغم ده كله فرنسا كانت داخله تحت ضغط، توقعات عاليه، واي تعقيده هتبقى ازمه. نيجيريا قبل الماتش كان عندهم دراما من نوع تاني، ازمه مكافآت، اتحاد كوره، كلام كتير، بس اللعيبه لموا نفسهم. يبقى قائد الفريق طلع قال احنا مش خايفين من فرنسا وهنلعب بثقه. لو هتكلم عن الجماهير فالفرنساويين واثقين ونيجيريا بيحلموا بس، والاعلام شايفها مواجهه بين هبه اوروبيه وطموح افريقي. الماتش يبدا، الشوط الاول مفاجاه، نيجيريا واقفه كويس، منظمه، قافله مساحات، وبتلعب من غير رهبه، لدرجه ان نيجيريا تجيب جون بس يتلغي عشان اوفسايد. فرنسا بتحاول، بس انياما في الجون عامل ماتش كبير جدا. الشوط الاول يخلص 0-0 والقلق يبدا يدب في فرنسا. نخش بقى في الشوط الثاني، الوقت بيعدي، فرنسا بتضغط بس من غير اختراق حقيقي، لحد الدقيقه 79 كره ثابته، دربكه، بوجبا يطلع ويحطها في الجون بدماغه. العقده اتفكت ونيجيريا تحاول ترجع، بس خلاص الماتش كان فلت من ايديهم. وفي الوقت بدل الضايع كره تتلعب لخبطه، وجوزيف يوبو يحطها بالغلط في جون. الماتش يخلص وفرنسا ما كانتش احسن طول الماتش، بس كانت اذكى في اللحظه الصح، ضغطت، استنت، وضربت لما لقت الفرصه. وعلى الناحيه الثانيه على فكره نيجيريا ما خرجتش مثلا متهانه ولا حاجه، هي خرجت وهي رافعه راسها لانها قدمت ماتش محترم واداء شجاع. نخش بقى على الماستر بيس اصلا بتاع دور 16 كله، الجزائر والمانيا. قبل الماتش الدنيا كانت مولعه،
ملعب بورتو أليجري متقسم نصين، المان داخلين بثقه المنتخب اللي شايف نفسه مرشح، والجزائريين داخلين باحساس احنا ما عندناش حاجه نخسرها. الجماهير الجزائريه كانت عامله حاله بقى، تشجيع، اعلام، طاقه مش طبيعيه، كل واحد حاسس ان دي لحظه تاريخ، فرصه تتكتب باسم الجيل ده. في الناحيه الثانيه المانيا هاديه ظاهريا بس في توتر مكتوم، كلام كتير قبلها عن الحر وعن الرطوبه، عن منتخب مش تقليدي سريع ومش بيخاف. الاعلام الالماني بقى المره دي كان متحفظ ومش الاستهانه المعتاده بتاعته دي. الماتش يبدا واحساس غريب في الملعب، المانيا داخله بتقول اسمها والجزائر مش داخله بروح الاندر دوج، بالعكس هم داخلين وهم عارفين ان 11 راجل ضد 11 راجل، مفيش رهبه مفيش بانيك، في فريق جاي يلعب ماتش عمره. من اول دقايق ضغط جري ثقه زياده عن اللزوم، اسلام سليماني في اول 7 دقايق يحاول يرقص نوير، لقطه كانت ممكن تكتب تاريخ كروي جديد للجزائر، بس نوير يطلع في التوقيت الصح ويكمل فعلا فكره المدافع الخامس اللي اتكلمنا عليها في فيديو جوارديولا مع البايرن. بعدها في جول يعمل لقطه فرديه جميله، يعدي من 2 يفتح زاويه، كان القرار الصح انه يلعبها لبره بس طمع فيها وضيع فرصه كانت ممكن تغير السيناريو كله. الجزائر مستمره، ما حدش كان متوقع خالص ان اول نص ساعه تعدي وما فيش ظهور لالمانيا، الجزائر حرفيا قطع ميه ونور عليهم. بعدها برضو الكره توصل لسليماني، الكره تدخل للجون، كلنا فرحانين بس مع الاسف الفرحه ما تكتملش لانها اوف سايد. بس خلاص الرساله كانت وصلت، المانيا تايهه شويه، محاوله من بعيد بس مبولحي واقف ثابت، الدقايق تعدي والجزائر مش بس صامده، دي متفوقه. اخر الشوط الاول شفاينشتايجر يشوط من غير اي رقابه، كره حلوه جدا ومبولحي يطير عليها ترجع لجوتزي ومبولحي يكمل عرضه ويقفل الزاويه تاني. صفاره نهايه الشوط الاول تيجي وكل الناس فخوره بالاداء اللي الجزائر بتقدمه، بس في احساس جواهم خايفين يندموا على السيطره والفرص اللي ضاعت دي. الشوط الثاني يبدا ولوف اكيد ادى كلمتين للعيبه بين الشوطين وفعلا ينزلوا ويبداوا يسيطروا على الملعب. كره ثابته مصطفى يحط دماغه بس تمركز مبولحي يحسسك انها سهله، الدنيا تهدى شويه وبعدين المانيا تبدا تمسك الكره اكتر، شفاينشتايجر يسند الكره لجوتزي يشوطها حلوه قوي، تسديده صعبه ومبولحي يعمل تراي عالمي ويكمل تالقه. بعد نص الشوط كده الجزائر ترجع تدخل الماتش الثاني ند بند، فرصه هنا فرصه هناك، بس مع الاسف ما كانش عندهم اللياقه البدنيه اللي تسمح لهم ان هم يكملوا الماتش بنفس مستوى الشوط الاول، وده خلى الجزائر تفقد السيطره على نص الملعب. بعدها عرضيه لخبطه مولر يحطها مبولحي يتالق كالعاده، ترجع لشورلي وسعيد بالكلام يشيلها من على الخط. يعتبر اخر تلت ساعه التعب يبدا يظهر، الجري يقل، التركيز مع الاسف راح، لكن المانيا عارفه ازاي تقسم مجهودها على الماتش كويس قوي. الاكسترا تايم يدخل والمانيا تبدا تضغط بزياده والجزائر مرهقه، وبعد دقيقتين بس مولر يعرض وشورلي يسرق الدفاع ويحط الجون الاول. الجزائر تحاول بس مع الاسف المعنويات تنزل في الارض، وخليلوفيتش على الخط بيحاول يجمع لعيبته تاني، ومع الاسف في الدقيقه الاخيره كره تلعب جوه 18 والمانيا بتقسم على الجزائر، شورلي يحطها باستهزاء كده ترجع لاوزيل ويفجرها في الشبكه. قبل النهايه بقى كده بلحظات في جول يعرض عبد المؤمن يحط جون، هدف يوضح كويس قوي ان الجزائر كانت تقدر تعمل المفاجاه فعلا. الصفاره بتيجي والمانيا بتكسب بس الجزائر تطلع وهي كسبانه احترام العالم كله، لانهم من بدايه المجموعات هم بيقدموا مستويات عاليه، شفنا جيل كان حقيقي بيحارب عشان بلده، ولو كان الحظ ساعدهم ولعبوا منتخب غير المانيا كنا ممكن نشوف انجاز تاريخي، بس من وقتها العالم كله عارف ان الكره الافريقيه ممكن تسد قدام اي حد. نخش بقى دلوقتي على اليوم الاخير في دور ال 16 والارجنتين داخله الماتش وهي كسبانه كل حاجه، 3 ماتشات 3 انتصارات، بس في احساس غريب كده، احساس ان الفريق مش مطمئن كده، ايوه كسبوا بس مفيش انسجام مفيش شكل ثابت، والجماهير الارجنتينيه اصلا ما بتصدق الكره توصل لميسي عشان هم عارفين ان الامل فيه، لان ميسي اصلا لوحده جايب 4 اجوان من اصل 6، والمشكله كمان ان اجويرو مصاب، يعني مفيش حل سهل، يعني الضغط كله واقع على ميسي ودي ماريا وهيجوايين. على الناحيه الثانيه عندك سويسرا، مش فريق مرعوب، مش فريق داخل يتفرج، داخل يقول لي لا، خسروا 5 من فرنسا بس ردوا بعدها بهاتريك شاكيري في هندوراس، فريق منظم عنيد ودفاعه لو قفل بيقفل قوي. وهنا الماتش يبدا بقى الارجنتين تنزل بثقه وده باين من الاول، سيطره شخصيه استحواذ، بس سويسرا منظمه دفاعيا بتلعب على قد امكانياتها. الارجنتين تروح بكذا كوره بس مفيش فينش، مفيش لمسه اخيره، الوقت يعدي والشوط الاول يخلص. مع بدايه الشوط الثاني الارجنتين بتهاجم بشراسه اكتر بس سويسرا هاديه جدا ومقفله وبتلعب على المرتدات. لما جمهور الارجنتين شاف الماتش وشاف ان الارجنتين مش عارفه تعمل حاجه، قال هو ده منتخب ممكن يعمل حاجه اصلا ولا هيحصل فينا زي كل مره؟ ميسي شايل الفريق وكل حاجه بس كل ما يستلم يلاقي 3 و4 لعيبه قدامه، والماتش نفسه بصراحه مفيش حاجه تتحكي، ممل وتوتر. 90 دقيقه يخلصوا ولا حاجه، نخش الاكسترا تايم والصوره ما اتغيرتش كتير عن 90 دقيقه، نفس الريتم نفس القلق نفس الاحساس ان الماتش ممكن يطير في اي وقت، لحد ما تيجي الدقيقه 118 ميسي يلم حوالين لعبه سويسرا ودي ماريا يفضي نفسه وميسي يقول له هات جون، وفعلا دي ماريا يجيب الجون في الدقيقه 118 وهدف قاتل. بعدها اخر كره في الماتش عرضيه وتسمايلي حظه وحش جدا يحطها بدماغه في القائم وتخبط فيه تاني وتطلع بره، والحكم يصفر بعد ما الجمهور قلبه وقع والارجنتين رسميا في ربع النهائي. دلوقتي بقى نتكلم عن اخر ماتش في دور ال 16، ماتش شكله كان واضح على الورق بس طلع واحد من اتقل ماتشات دور ال 16. بلجيكا وامريكا، قبل الماتش التاريخ كان مايل جدا لبلجيكا، 5 مواجهات قبل كده 4 مرات بلجيكا تكسب ومره واحده بس لامريكا. بلجيكا داخله البطوله اصلا وهي محطوطه تحت دايره الضوء، فرقه متكامله، جيل ذهبي، هازارد، دي بروين، لوكاكو، والكلام كله ان دي فرقه ممكن تروح لبعيد، متصدرين مجموعتهم، اداء هجومي حلو وتنظيم كويس وثقه واضحه. على الناحيه الثانيه امريكا وصولهم لدور ال 16 اصلا كان انجاز، تاني المجموعه ورا المانيا وجمهورهم حاسس ان مفيش حاجه يخسروها.
التوقعات كلها كانت رايحه ناحيه بلجيكا، بس في اسم واحد كان مطمن الامريكان هو تيم هاورد، حارس فورمه حلوه قوي وكل الامل كان معلق عليه. الاجواء قبل الماتش بلجيكا واثقه في نفسها وامريكا داخله تلعب على الروح والتنظيم. الماتش يبدا وفعلا السيناريو اللي كل الناس كانت متوقعه يحصل، بلجيكا ضاغطه مسيطره وامريكا متكتله ورا. نجم الماتش واللي ماسك الماتش كله تيم هاورد، تصديات ورا بعض واحده اصعب من الثانيه، لدرجه انك الشوط الاول يخلص 0-0 وحاسس اصلا ان بلجيكا طالعه خسرانه وامريكا طالعه كسبانه. الوقت الاصلي كله يعدي بقى وبرده مفيش جون، بلجيكا احسن بس مش عارفه تكسر القفل. ندخل على اكسترا تايم وهنا بقى الجوده تفرض نفسها. في دقيقه 93 دي بروين يلف باللعيبه ويجيب جون حلو، جون يفتح الماتش اخيرا، وبعدها شويه لوكاكو يكمل 2-0 وخلاص كل الناس حاسه ان الموضوع خلص، بس امريكا ما استسلمتش. بعدها بدقايق جوليان جرين يقلص الفارق، جون يعيد الامل ويخلي اخر الدقايق نار، محاولات ضغط توتر بس مفيش تعادل. الماتش يخلص 2-1 وبلجيكا الربع النهائي الاول مره من 86. الماتش اكد ان بلجيكا عندها جوده تحسم وان امريكا سابت حارس كتب اسمه في تاريخ كاس العالم. من هنا بقى النبره تتغير. دور ال 16 كان مساحه لمفاجآت، لكن الكوارتر فاينل ده المكان اللي الغلطه فيه بتتحسب قدام العالم كله. مفيش معلش بقى، مفيش لسه بدري، هنا كل قرار مصير. في فرق عدت بالعافيه وفي فرق عدت وهي فاهمه ان اللي فات ما ينفعش يتكرر، لان في الدور ده الفرصه مش بتتكرر والخروج مش بس خساره، ده عنوان. اول ماتش معانا والمانيا وفرنسا، الاثنين وصلوا ربع النهائي لكن ولا واحد فيهم داخل وهو مطمن. المانيا منتخب شكله ثابت منظم ومتوازن في المجموعات، لكن دور ال 16 قدام الجزائر كشف حاجه مهمه، الدفاع المفتوح، الدفاع الزياده ممكن يكلفك بطوله كامله. فرنسا بقى وصلت للدور ده بهدوء، بس الهدوء ده كان مقلق شويه. الهجوم اللي ابهر المجموعات اختفى والايقاع بقى ابطا والشخصيه لسه بتتكون. فرنسا كانت محتاجه تثبت ان اللي عندها مش بس مواهب لكن فريق يعرف يلعب لما الدنيا تقفل. على المدربين بقى ربع النهائي هنا مش ماتش، ده امتحان شخصيه. لوف اختار الواقعيه، مش عايز ماتش مفتوح ولا عايز بطولات فرديه، هو عايز فريق يعرف يستحمل 90 دقيقه ضغط. دي شام بقى قدام معادله اصعب، ازاي تلعب بثقه قدام منتخب تاريخيا مش بيرحم من غير ما تتهور. في دور زي ده الاسم الكبير ده مش ميزه، ده عبء. يعني عندك المانيا مش محتاجين نجم واحد يشيل الفريق، لكن محتاجين كل واحد يعمل دوره. وفرنسا الكل كان مستني مين فيكم هينقذ الموقف، بنزيما، بوجبا، القدره موجوده بس اللحظه لسه ما جاتش. نخش بقى في الماتش ده كافكار، هو مش منتخب ضد منتخب، هو مدرب ضد مدرب. فعندك المانيا لعبت على قفل المساحات، سيطره من غير اندفاع وجون بدري وبعدين اداره الماتش بقى. فرنسا حاولت ترجع لكن لما الفريق الثاني قافل عليك بالعقل الموهبه لوحدها مش كفايه. جون هوملز في دقيقه 13 مش بس تقدم، تغير شكل الزمن. من اللحظه دي بقى كل دقيقه على فرنسا تقيله وكل دقيقه على المانيا مسؤوليه. هنا مفيش نستنى الشوط الثاني، الوقت نفسه بقى الخصم. ماركانا كمان كان مليان، مش تشجيعه بس، ترقب، جمهور مستني لحظه وجمهور خايف من غلطه وكل كره ليها صدى. الماتش يخلص النتيجه 1-0 لالمانيا، بس الحكايه اكبر من كده. فوز كشف ان المانيا لسه بتعرف تغير جلدها، وخروج فرنسا اثبت ان الموهبه محتاجه شخصيه اقوى. ندخل بقى على تاني ماتش في ربع النهائي، واي فريق وصل هنا عارف ان غلطه واحده ممكن تمسح 4 سنين شغل. ففي 90 دقيقه البرازيل داخله الماتش وهي فاكره كويس انها كانت على بعد بلين واحد من الخروج قدام تشيلي في الدور اللي فات. فقبل ما يخشوا قصاد كولومبيا الرساله كانت واضحه جوه الفريق، اللعب الحلو لوحده مش كفايه، لازم عقل ولازم هدوء ولازم نعرف امتى نهاجم وامتى نقفل الباب. كولومبيا بقى مش داخله تتفرج، اول ربع نهائي في تاريخها جيل كامل حاسس ان الفرصه دي ممكن ما تتكررش تاني. مش فريق جاي يجرب حظه، فريق خالص اتحط تحت الضغط وخرج من النظره بتاعت محدش منتظر منهم حاجه دي. ولو هنتكلم بقى على الماتش، فالماتش بدا والبرازيل قررت تحسم بدري، مفيش جس نبض. في الدقيقه 7 ركنيه نيمار يعرض وتياجو سيلفا يحط الكره في الجون. الجون ده ما كانش بس تقدم في النتيجه، كان نقطه مهمه جدا بحيث انها تربك كولومبيا وتطمن اللعيبه ان هم اخيرا حاسين ان بقى عندهم هيبه. من اللحظه دي الماتش اتغير، البرازيل بطلت تهاجم بجنون وبدات تلعب على الايقاع، تهدي بقى، تمتص اللعب وتقفل المساحات. طب وكولومبيا اضطرت تطلع من قوقعتها. فدلوقتي لو هتكلم عن حاله عامه في ارض الملعب، فانت عندك نيمار مش بس لاعب، ده رمز البلد كامل. وكولومبيا لعبت لعبه قوي، مش عنيف بس خشن بما يكفي ان هو يكسر الايقاع. وخميس رودريجيز هداف البطوله داخل الماتش هو عارف ان التاريخ واقف مستنيه، كل لمسه منه ممكن تكتب صفحه جديده في تاريخ كولومبيا. الضغط هنا مش جماهير بس، ده ضغط انك تبقى الشخص اللي الناس كلها مستنيه منه المعجزه. نيجي بقى لمعركتنا المعتاده وهي معركه المدربين. فسكولاري كان فاهم ان السيطره مش دايما بالكوره، احيانا السيطره انك تمنع اللي قدامك يلعب اللي هو عايزه. بعد الجون البرازيل سابت الاستحواذ نسبيا وقلت المخاطره، وخط النص بقت حرب حقيقيه. بيكرمان بقى من ناحيته كان بيحاول يحرر خميس رودريجيز على قد ما يقدر، ضغط عالي يخلق فوضى، يمكن غلطه في دفاع البرازيل تفكر الدنيا زي ما حصل في ماتش البرازيل وتشيلي. الماتش بقى مش مين احسن، بقى مين اهدى ومين يستحمل اكتر. الشوط الاول يخلص والماتش يفضل ماشي بنفس الريتم لحد الدقيقه 69. فاول ديفيد لويز بينفذ فاول ممتع للعين جدا. كنا قلنا قبل كده ان جون خميس رودريجيز هو التريد مارك بتاع البطوله، عاوزين نحط الجون ده كمان لان الكره دخلت بطريقه حلوه جدا. جون قتل الماتش نظريا وخلى البرازيل تحس انها عدت، بس كولومبيا ما استسلمتش. الدقيقه 80 بيلين وخميس رودريجيز قدام الكوره هادي ويسجل. الدقيقه 88 تدخل نيمار يقع ويفضل على الارض، مش اصابه عاديه، ده كسر في الفقرات. الماتش يخلص والبرازيل تكمل بس وهي عارفه انها كسبت الماتش وخسرت اهم لاعب.
دلوقتي بقى احنا داخلين على اخر يوم في ربع النهائي، الارجنتين وبلجيكا. الارجنتين داخله وهي شايله عقده قديمه، بلجيكا داخله بحلم جديد ولسه بيتكون، والملعب ضاغط عليهم من اول نفس. على خطى البرازيل برضو الارجنتين الدقيقه الثامنه هجمه سريعه، باص من دي ماريا وهيجوايين جوه المنطقه، جون مش جميل على قد ما هو ذكي. من اللحظه دي بقى الماتش اتقفل نفسيا قبل ما يتقفل فنيا. بعد الجون بلجيكا استحوذت اكتر، حاولت تنظم اللعب لكن من غير اختراق حقيقي. الارجنتين بقى على الناحيه الثانيه رجعت خطوه، قفلت المساحات، استنت المرتدات. الارجنتين مش بتلعب سكسي فوتبول خالص، لكن كوره مناسبه للموقف ده. ميسي حاول يتحرك، شات كذا كوره، لكن كورتوا كان حاضر، كل محاوله كان ليها رد. لو هتتكلم عن هيجوايين بقى فهو بقى تحت ضغط انه يعيد اللي عمله، كوره في العارضه تخلي الاحساس ان الماتش ممكن يتقفل تماما. على الناحيه الثانيه بقى عندك هازارد ودي بروين حاولوا يفكوا التكتل ده، لكن كل مره الكوره توصل للثلث الاخير والفكره تضيع منهم. لو هتلخص الماتش كفكره فالارجنتين لعبت على هدف بدري، تنظيم، صبر. بلجيكا لعبت بقى على الاستحواذ وانها تدور الكوره لحد ما المساحه تتفتح. الفرق ان واحد اختار يحمي تقدمه والتاني استنى اللحظه واللحظه دي ما جاتش. يعني عندك هيجوايين بقى مش اكتر لاعب لمس الكوره اصلا، بس لمسها في اللحظه الصح. ميسي طبعا مش هنتكلم عليه كتير، يعني حتى هو ما جابش جون، كان محور اللعب كله، كفايه اللي هو كان بيسحب لاعبين وثلاثه وبيخلق مساحات اصلا. بلجيكا نجومها كانوا موجودين بس مفيش حد كان خد القرار الكبير ده، ومع كل دقيقه بتعدي هتاف الارجنتين بقى كله دعاء اصلا. وزي ما قلنا جمهور بلجيكا كان مستني كوره واحده، بس الكوره دي ما جاتش طول الماتش. وفعلا الماتش يخلص 1-0، مش نتيجه كبيره بس معناها كبير، لان بلجيكا خرجت مش مجرد مهزومه بس، لكن لسه مش جاهزه للخطوه الاخيره. يعني في الاخر الارجنتين ما كسبتش بس ماتش، هي كسرت عقده ربع النهائي بجون واحد وصبر 90 دقيقه، وفي بطوله زي دي ده كفايه قوي. اخر ماتش بقى في ربع النهائي هولندا ضد كوستاريكا، فعندك هولندا داخله باسمها وتاريخها، وكوستاريكا داخله بحلم عمره ما اتكتب قبل كده. ومن اول دقيقه عرفنا ان الماتش ده مش هيبقى سهل على حد. الضغط كان على الكل، بس اكتر واحد شال الضغط ده كان كيلور نافاس، 120 دقيقه تصديات واحده ورا الثانيه قدام روبن وفان بيرسي وشنايدر. كمان كوستاريكا كلها كانت بتلعب وهي عارفه ان غلطه واحده الحلم هيخلص. هولندا استحوذت، ضغطت، لفت الملعب عرض وطول، وبصراحه كوستاريكا قفلت ونظمت واستحملت، ولا جون ولا لحظه انفلات. 90 دقيقه ومفيش اي حاجه اتحسمت، و30 دقيقه اضافيه والاعصاب بتتشد اكتر، كل تصدي من نافاس كان مكسب، وكل فرصه ضايعه لهولندا كانت سؤال. وفي اخر لحظه فنخلي يعمل حركه جريئه وغريبه في نفس الوقت، غير الحارس مخصوص عشان ضربات الجزاء. كرول بيدخل ويغير الحكايه خالص، ركله ولا ركله وضغط اعلى من اي لحظه لعب، وفي الاخر كوستاريكا تقع وهولندا تعدي. هولندا اتاهلت بس مش مطمئنه كده، كوستاريكا خرجت بس مرفوعه الراس. اخر فصل في ربع النهائي اكد حاجه واحده بس، مش دايما اللي بيهاجم اكتر بيكسب، ولا دايما اللي الصغير هو اللي بيخسر. يعني في الاخر ده ما كانش ماتش من غير اهداف، ده كان امتحان تحمل وانتهى بقرار واحد بس، وهو حسم اخر بطاقه نص النهائي. وهنا ربع النهائي قفل بابه، ربع النهائي خلص والدنيا اتقفلت، اللي عدى بالعافيه واللي خرج كان قريب. استنوني بقى في الجزء الاخير ان شاء الله، اخر خطوتين في الطريق، سيمي فاينل والفاينل. واللي احنا عارفينه برضو ان اللي حصل في الثلاث ماتشات دول ما حصلش في اي بطوله كاس عالم قبل كده تقريبا. اخر ده كان الجزء الثاني من بطوله كاس عالم 2014. في الارك فيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب الحاجات الحلوه دي، ويلا سلام. Ja, ich denke doch, ne? Mit wie viel? Das wird ein knackiges 7:1 für uns. 7-1. 7-1 for Brazil, yeah.